حاسس انك بتحاول كتير، بتتعب وبتتعلم بس مفيش نتيجة. حاسس انك واقف في مكانك والعالم كله بيجري من حواليك. استنى، ممكن تكون ماشي في الطريق الصحيح وقربت جدا انك توصل بس انت مش واخد بالك. في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك على 7 علامات واضحة جدا، لو لقيت نفسك فيهم فمبروك، انت ماشي في الطريق الصح حتى لو لسه ما وصلتش. اتاكد انك تسمع الفيديو للاخر عشان في علامة فيهم هتغير التوقعات والنتائج. اول علامه النهارده انك مش زي زمان. لو رجعت تبص على نفسك من سنه فاتت تفتكر هتلاقي ايه؟ هل تفكيرك اتغير فعلا، او انك بقيت عندك وعي اكتر وبقيت تعرف ايه اللي ينفعك وايه اللي يضرك؟ هل بقيت بتعرف تحدد الصح من الغلط اسرع؟ عرفت عيوبك ايه ونقط ضعفك وبدات تشتغل عليها؟ والاجابه فخليني اقول لك ان ده تطور حقيقي، وهو ده اهم مقياس انك بتتحرك لقدام. التطور الحقيقي مش في النتيجه، بدايه التطور الحقيقي في التفكير. العلامه الثانيه هي انك لو بقيت بتفكر بطريقه مختلفه، بتسال اسئله اعمق وذهنك حاضر. لانك في الاول كنت مشتت ومحتار وبتسال ابدا منين. دلوقتي بتسال اسئله تانية: ازاي استمر؟ ازاي اطور من نفسي؟ فين نقط ضعفي؟ ايه اللي محتاجه الفتره الجايه؟ نوع الاسئله اللي بتسالها بيكشف قد ايه انت نضجت وشخصيتك اتغيرت. وطبعا ده غير ردود افعالك لما بتغلط او بتواجه عواقب، هتلاقي نفسك بتواجه ده بشكل مختلف. دي مهاره اضافيه مهمه جدا اسمها المرونه. العلامه الثالثه وهي غريبه شويه هي انك تلاقي نفسك بتحس بالاحباط احيانا. ايوه يا عم ازاي؟ بس ده معناه ان انا بفشل وبرجع لورا وان انا مش هنجح اصلا. امال وجع دماغي ليه؟ يا عم اصبر، انا جايلك في الكلام. الاحباط علامه على انك بقيت طموح. نعم، انت بتقول ايه؟ ازاي يعني انا ابقى محبط وانت تقول لي طموح ومش عارف ايه؟ ازاي يعني؟ والله صدقني هقول لك ليه بس بالراحه. لانك بقيت شايف وحاسس في مستوى اعلى انت ممكن توصل، عشان كده حاسس باحباط ان انت لسه ما وصلتوش. والاحسن من كده بقى يا عالمي ان انت لسه مكمل رغم الاحباط. لان اللي مش بيحس بالاحباط غالبا مش بيحاول اصلا. لازم تعرف ان الاحباط طبيعي جدا في البدايات وهتحس بيه كتير، بس خلي بالك هو فتره الاحباط دي تطول لانها سلاح ذو حدين، ممكن بسببها ترجع لورا فيها، فخد بالك. صحيح، خليني افكرك في السريع، لو نسيت تشترك في القناه اشترك دلوقتي لان ده بيدعمني وبيخليني اكمل. وطبعا اعمل لايك للفيديو واكتب اقتراحاتك في كومنت. نرجع لموضوع الفيديو بتاعنا ومع العلامه الرابعه، وهي انك بقى عندك روتين او عادات بتحافظ عليها حتى لو بسيط. يعني مثلا بتقرا شويه كل يوم، بتراجع اهدافك، بتتعلم حاجه جديده، بتكتب افكارك. خد بالك جدا من موضوع كتابه الافكار ده، لان افكارك كنز مهما كنت انت شايفها تافهه. حرفيا والله فكره واحده قادره ان تغير حياتك كامل وتنقلك نقله ثانيه، وده عن تجربه. ما تستهونش بافكارك. بنرجع ونقول ان دي كلها علامات استمراريه، والاستمراريه اهم من الحماس، لان الحماس ببساطه ممكن مع الوقت يقل ويضعف. فالاستمراريه هي العمود الاساسي للوصول للنجاح، والحفاظ برضو على الحماس او استرجاعه لما يقل. خليني اقول لك حاجتين مهمين عن الاستمراريه والمداومه. اول حاجه، في دراسه من جامعه ديوك تقول ان 40% من تصرفاتنا اليوميه هي عادات. يعني لو طورت عاداتك فانت طورت 40% من مستقبلك. وانت عشان تطور عاداتك وتخليها ايجابيه محتاج ايه غير الاستمراريه؟ الحاجه الثانيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث ان احب الاعمال الى الله ما دام منها وان قل، او كما قال صلى الله عليه وسلم. واخد بالك ان الشريعه حتى في امور العباده ادت اهميه للاستمراريه والمداومه. العلامه الخامسه هي انك لو بدات تبعد عن الناس وتقرب من الناس، دي حاجه مهمه جدا. تخلينا نتكلم عن الناس اللي بتحبطك وبتاخرك. لما تبعد عن الناس اللي كانت بتضيع وقتك او الناس اللي ما عندهاش اهداف اصلا وتحبطك، وتبدا تتابع ناس تلهمك، تعلم منهم افكار واخلاق وسلوكيات جديده. لو انت فعليا بدات تعمل كده يبقى دماغك بدات تعرف هي رايحه فين. وخليني اديك مثال على ده. لو افترضنا انك متعرف على مجموعه ناس كل هدفهم ان هم يتفرجوا على كوره او يقعدوا على قهوه، او شباب كل وقتهم ضايع في تضييع النفس والمجتمع وشرب المخدرات والمعاصي والكلام. افتراض تاني انك متعرف على شباب جامعي طموح ومثقف عنده شغف في تعلم العلوم بانواعها وبيطور افكاره يوم بعد يوم، وقبل ده كله عارفين ازاي بيحافظوا على حق ربنا سبحانه وتعالى عليه، لانهم بيحافظوا على الصلاه والصوم صلة الرحم وسائر العبادات. لو لازمت دول ومشيت معاهم هتكون فين؟ ولو لازمت دول ومشيت معاهم هتكون فين؟ اعتقد الاجابه وصلت. واضحه ايه؟ خليك متاكد ان البيئه المحيطه بيك هي اللي بتحدد الاتجاه اللي انت هتمشي فيه حتى لو انت لسه مش شايف النتيجه. العلامه السادسه وهي انك هتلاقي نفسك بدات تتعامل مع المشاكل بشكل مختلف. يعني زمان مثلا كنت اول ما تقع في مشكله تتوتر وتخاف وما تعرفش تعمل ايه، تتصرف تصرف غير سليم. دلوقتي بتواجه وبتتعلم من ان انت واجهته وبتقول انا اتعلمت ايه من المشكله وازاي اخد بالي بعد كده عشان ما اقعش تاني. طريقه التفكير دي والمواجهه دي مش حاجه بسيطه، دي قفزه عقليه وتغيير وضعي في الشخصيه. العلامه السابعه وهي من اخطر العلامات من وجهه نظري هي انك بدات تعرف فعلا انت مين. يعني بدات تتعرف على نفسك بجد، بس حلمك ايه؟ انت عارف مطلوب منك ايه،
بقيت عارف نقط ضعفك ونقط قوتك، بقيت محدد اهدافك ونظم وقتك، بقيت عارف ايه اللي يناسبك وبقيت ترفض حاجات زمان كنت بتقبلها، بقيت تختار طريقك بنفسك، وهو ده المعنى الحقيقي للنضج. خليني اقول لك قصه حقيقيه سريعه. جيمس كلير مؤلف كتاب اتوميك هابتس او العادات الذريه بيقول انه بدا يكتب مقال يوميا لمده سنتين، رغم ان محدش كان بيقرا المقال ده، ومع ذلك هو كمل لحد ما وصل لاكتر من 10 مليون نسخه مباعه من الكتاب. وكان حكم على نفسه من اول سنه ما كانش كمل وكان وقف من بدري، بس هو بص للعلامات مش للنتائج، وعرف ان الطريق طويل ومحتاج قوه وصبر. خلي بالك كل الكلام اللي انا بقوله ليك دوت انا بقوله لنفسي الاول، يعني ما تفتكرش ان انا ناجح وجاي بعلق عليك لا سمح الله، بالعكس انا بحاول ان انا انجح انا كمان في حياتي وبحاول اساعدك. خليني اقول لك على تمرين عملي دلوقتي. افتح النوت بوك بتاعك او موبايلك واكتب دلوقتي ايه اللي اتغير فيك من سنه فاتت، ايه العاده اللي نجحت اللي انت هتحافظ عليها، وايه المشكله اللي انت اتعاملت معاها بنضج اكتر. لما تكتب ده هتلاحظ الفرق وهتعرف انك ماشي صح حتى لو لسه الطريق طويل. رسالتي ليك في الفيديو، الناس دايما بتبص على النتائج لكن اللي بيوصلوا فعلا هم اللي بيشوفوا العلامات وبيكملوا. لو لقيت نفسك فيك علامه او اتنين من اللي احنا قلناهم ما توقفش وكمل، لان الطريق باين بس محتاج انك تمشي للاخر وان شاء الله هتوصل. لو لسه مش لاقي علامه منهم فيك فارجع اتفرج على الفيديو الاول تاني، هيظهر لك فوق هنا وهسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. عايزك تكتب لي في الكومنت ايه اكتر علامه حسيت انها بتوصفك حاليا، ولو شايف ان الكلام ده مفيد شارك الفيديو مع حد بتحبه، يمكن تكون بتطمنه او بتديله سبب يكمل وبتعرفه الطريق. انت مش هتنجح لوحدك يعني. استنى الفيديو اللي جاي في السلسله واللي اقول لك فيه عن العادات اللي بتخلي اي حد ينجح مهما كانت الظروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.